نفسك تعيشي ولادة هادية وتحسي انك انت صاحبة القرار والمتحكمة في تجربتك، يبقى لازم تعرفي حقوقك قبل ما تدخلي غرفة الولادة. لازم تبقي عارفة انه من حقك الحصول على الوقت الكافي للولادة الطبيعية بدون استعجال غير مبرر. من حقك حرية الحركة اثناء الولادة واختيار وضعية الولادة المناسبة ليكي من غير اجبارك على وضعية معينة. ومن حقك معرفة ايجابيات وسلبيات كل اجراء طبي قبل تطبيقه، والحصول على معلومات كافية وواضحة حول الإجراء بالكامل. ومن حقك احترام خصوصيتك أثناء الولادة ومعرفة عدد الطاقم الطبي اللي هيكون متواجد معاكي. من حقك كمان حضور مرافق داعم ليكي أثناء الولادة، لأن الدعم النفسي هو نص الولادة. وأكيد طبعا من حقك تعملي سكين تو سكين وترضعي طفلك مباشرة بعد الولادة لبداية رحلة رضاعة ناجحة ولتعزيز الترابط بينك وبين طفلك. افتكري دايما ان معرفتك لحقوقك هي خطوتك الاولى لتجربة ولادة امنة ومطمئنة ليكي ولطفلك. لو حسيتي ان الفيديو ده زود لك وعيك بحقوقك، شاركيه مع اي ام حامل بتحبيها علشان نساعدها تعيش تجربة ولادة ايجابية. ما تنسيش تعملي فولو لكل حساباتنا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. دعمك بيكبر مجتمعنا الواعي وبيخلي المعلومات الموثوقة توصل لامهات اكتر. ولو محتاجة دعم شامل خطوة بخطوة انضمي لكورس أمومة بلا قلق، هتلاقي كل اللي محتاجاه لولادة هادية ومطمئنة. وخليكي دايما فاكرة ان الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.